أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. صباح الخير سيدتي الجميلة، صباح الخير صديقي العزيز، وكلمتين ونص وعلى السريع. وكلما كثرت أعدائك اعرف إنك ناجح، وغيظهم وفارسهم وعايزين يخلصوا منك بأي طريقة. ومثلنا هو زعيمنا العظيم، زعيمنا فخامة عزيز مصر عبد الفتاح السيسي، اللي الدول العظمى عايزة تخلص منه بأي طريقة. وطبعا عندنا المتكالبين من المسلمين، سواء مصريين أو عرب، اللي هم بيتكلموا كلام وحش عليه، أبناء الماسون والمشركين. ياخدوا المعلومة من عند الماسون والمشركين وعايزين يطبقوها هنا، يسمعوا كلام الكذب والكذابين، لأن هم منافقين فهم كذابين، فبالتالي زيهم. ويفضلوا قاعدين على السوشيال ميديا. اللي قاعد على السوشيال ميديا طبعا بيتكلم كلام وحش لزعيمنا ده، ما بيبقاش في مصر، عشان بس نبقى كلنا عارفين. ما تبقاش الجماعة اللي بتتشد وبتتجذب وراء الناس دي كده وترد معاهم. اللي بيكلموكوا ما بيبقوش في مصر، لان لو اتكلم وهو في مصر مش هيقدر يتكلم، لان هو عارف هيجي ازاي. فانتوا ما تاخدوش ورا الكلام بتاع الناس اللي بيقولوه ده. استفتي قلبك يا بني ادم، احنا بنكلم المصريين المؤمنين، المصريين، المصري الاصيل. عمر ما في مصري اصيل ابدا يكره بلده ولا يكره رئيسه. اما المصري اللي مش اصيل، اللي هو نطاط خارجيه، ما هوش اليف، يعني ما هوش مصري حر، هو ده اللي بيسمع كلام الكفرة والماسون والمشركين. بنقول لكل الناس خدوا بالكم الكلام، واسعد الله صباحكم، وبندعي لرئيسنا وعزيزنا، وربنا يبارك له ويخليه لينا ويطول في عمره، كيدهم وغيظهم وحارق دمهم.